مع بدء هجمات قوات التحالف ضد داعش في العراق وسوريا، تم استخدام طائرات F-16 و F-18 ليصل عدد الهجمات الجوية إلى ما يقارب 13 هجمة جوية بتكلفة 7 مليارات و500 مليون دولار. في الأسبوع الماضي دخلت هجمات التحالف الدولي مرحلة جديدة في عملية استعادة الجيارة في نينوى بالاعتماد على طائرة الأباتشي لإسناد القوات العراقية بهذه الطائرة، والتي تبلغ سرعتها 265 كيلومترا في الساعة. سنتوجه نحو سماء الجيارة. ناحية الجيارة والتي تبعد 60 كيلو متر عن الموصل لا زالت تحت سيطرة عناصر داعش، والقوات العراقية تسعى لاستعادته. نحن الآن فوق سماء ناحية الجيارة في محافظة نينوى بطائرة الأباتشي بعد قصف مواقع لتنظيم داعش.